شايفين كميه التجاعيد اللي في ايدي، شايفين كميه الكرمشه اللي في وشي، كاني فعلا معجزه 50-60 سنه كده. وعايزه اقول لكم والله العظيم التصوير ده من غير ولا نقطه اديت، ومش حاطه ولا نقطه ميك اب. بعد ما الدولار ما رفع يا دوب رحت الصيدليات علشان اسال على السيرومز اللي انا بستخدمها او الكريمات اللي بستخدمها على بشرتي عشان تفضل نضيره وكويسه وجميله ومش عارف ايه. لقيت اسعار فلكيه. ايه ده؟ انا لقيت سيروم كنت جايباه ب 200 جنيه لقيته هوب ضارب في 600 جنيه. وانا اساسا بشتغل واخد المرتب اصرفه على حاجتين، كريمات وماسكات بس. يا بارك الله فيما رزق. الفكره ان حرفيا المنتجات بتاعه البشره بقت غاليه بطريقه مش طبيعيه بعد ما الدولار مرفع. واي بنت بتحب تحافظ على بشرتها وانا منهم على فكره. حد فيكم هيشوفني يقول لي ما انتي بشرتك حلوه وشكلها جميل اهو. جماعه انا عايز اقول لكم ان انا بصور بكاميرا بروفيشنال ومعدات اضاءه وفلاتر الخ الخ. فالبشره العيوب اللي في البشره مش هتبان زي حد شايفني في الحقيقه او زي ما بصور بكاميرا تليفون عاديه. اكيد كلنا فينا عيوب، محدش كامل عشان بس تبقوا فاهمين. بس فعلا مش كلنا قادرين على اسعار السيرامات والكريمات والماسكات. بعد زياده الدولار بقت اسعارها حرفيا فلكيه. انا قررت ان انا ابطل كل انواع السيرامز اللي انا بستخدمها. لقيت طريقه تخلي بشرتي زي الاطفال بيبي، حل بصراحه انا شايفاه نجده. وصلت الحل يخلي بشرتي زي الاطفال بالظبط بربع اسعار الكريمات والماسكات والسيرمز اللي بنشتريها من بره. انا حرفيا قلقانه جدا وانا بجرب المنتج ده لان انا بخاف على وشي جدا، جدا وعمري ما هخاطر بوشي. الحاجه الوحيده اللي شجعتنا جربوا ان انا ليا اصحاب كتير جربوه وجاب معاهم نتيجه هايله. فانا هصور لكم بالكاميرا العاديه لان انا بصور دلوقتي بكاميرا بروفيشنال وطبعا بيبقى فيه فلترز وكده. فانا هصور لكم العيوب اللي كانت في بشرتي قبل وبعد، تمام كده، علشان نشوف المنتج ده تمام ولا بلح. المنتج ده عباره عن تقشير، بس انا عايزه انبه على حاجتين. مش اي بشره ينفع تتقشر، ما ينفعش اعمل الموضوع ده لوحدي. انا عايزه اقول لكم ان انا جايباه من جروب بيتم متابعتي في كل خطوه بعملها، انما ان انا اجيب الحاجه من ايدي واستخدمها لوحدي لا، ده مش صح. قشر احماض الفواكه اعتقد ان في ناس كتير عارفاه او في ناس جربته في عيادات الخ. فيلا بينا نجربه. هجرب على ايدي دلوقتي قدامكم. وحش قوي يا جماعه، انا خايفه. طبعا انتوا شفتوني سحبت كميه من المحلول بالسرنجه وحطيتها على قطنه وبفضيها على ايدي كده. طبعا الكميه دي محدوده وماشيه بتعليمات، يعني مش بقول كده من دماغي، ده نسب معينه. حاسه بشكشكه وده طبيعي كاني حاطه ليمون بالظبط. انا هحط المحلول الغريب ده في وشي وربنا يستر. بدأ يحرق بجد. انا هروح اخلص وشي واجي. طبعا وشي بدأ يشكشك زي ما انتم شايفين كده، في احمرار وكده، لدرجه ان عيني دمعت عشان انا ما كنتش واخده على الشكشكه دي. بس دقيقه كده والدنيا راقت خالص وشكشكه نقدر نحتملها يعني عادي. ظهر لي حاجات بيضه في وشي شبه الجير، فقالت لي ده معناه ان انت حطيتي كميه زياده او وشك خلاص اكتفى، انت في دي ماده مترسبه زياده. فقعدت اغسل بشرتي، يعني انزل ميه، مش اغسل احك كده، لا انزل ميه فتره على بشرتي. انا بنقل معاكم التجربه كامله. ودلوقتي هحط كريم مضاد حيوي. المرات الجايه لما اجي اطبق نفس الماده مش هاجي هنا خالص، لان خلاص كده اكتفى، الجلد اكتفى خالص. ده كان شكل البشره بعد اول يوم تقشير. في احمرار طبعا في البشره علشان خلاص الجلد هيبتدي ان هو يشد، وبعد كده هيبتدي ان هو يكرمش ويقشر في الايام اللي جايه. تعالوا اوريكم. شايفين الشد ده يا جماعه؟ ده كان اليوم التاني. طبعا مش صح خالص اللي انا بعمله، ان انا عماله اتكلم كده واشد في وشي وانا بتكلم. انا اكتشفت ان ده غلط بس بعدين، يعني فاي حد هيعمل تقشير ما يحركش وشه كتير. هو ما ينفعش ان انا اضحك خالص، بس هو فعلا لو عرفتوا الموقف هتعذروني. بابا شافني وانا بالمنظر ده. ايه رايك في المنظر اللي انا فيه ده؟ حلو ده. ايه اللي عمل كده؟ ايه ده حلو بجد. ايه ده وتحت هنا؟ المنظر ده حلو الله. ايه الاب الجميل ده حلو. انت يا ماما انت بتعمل عليا؟ ده بيعمل لي كده يا بابا. دي الاهل كرمشت وبرضه لسه حلوه في عينيه. ابويا. المنظر ده يعني كان بعد اسبوع من التقشير، وهوريكم برضو شكل ايدي. يعني حاجه صعبه قوي والله العظيم، بس النتيجه مبهره. لازم اوريكم برضو النتيجه قبل وبعد. ده قبل التقشير وشي كان باهت بهتان رهيب، فيه تصبغات بسيطه جدا، يعني اللي يشوفها قوي اللي شايفني في الحقيقه، حتى الكاميرا مش هتجيبها قوي. عايزه اشوف بقى هل الشحوب اللي في البشره عندي ده هيفضل زي ما هو ولا لا. يا جماعه جاهزين تشوفوا وشي بعد التقشير؟ 3 2 1 ترى. على فكره انا مش حاطه اي ميك اب خالص، هو زبده كاكاو بس. فهو ده وشي، نو ميك اب نو فلتر.
صن بلوك وخلاص. كمان دي ايدي بعد ما قشرت، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. كان اول مره اجرب تقشير باحماض الفواكه في حياتي، بس بصراحه التجربه كانت ممتازه. لو لاحظتوا هتلاقوني اتصورت في نفس المكان اللي انا صورت فيه قبل، هو نفسه بعد. الفكره ان هنا في شمس طالعه شويه، بس هي نفس الكاميرا ونفس كل حاجه. واضح جدا ان في شمس طالعه شويه، واضح جدا ان في فرق في وشي، واضح جدا ان هو منور ما شاء الله يعني. وبرشحه لاي حد مناسب لبشرته. هسيب لكم لينك الجروب اللي جبت منه مقشر، بتتواصلوا مع الاخصائيين اللي فيه وبتشوفوا هل التقشير ده مناسب لبشرتكم ولا لا. بس هو رائع 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 لاي حد لو مناسب مع بشرته بامانه. كان عندي غمقان هنا فتح شويه، واعتقد ان هو كمان بالاستمرار، بس مش بيتعمل على طول يعني، مثلا ممكن كل 3 شهور كده اجرب نفس التجربه بتاعه التقشير دي او اكتر كمان. عايزه اقول لكم ان هي التجربه هايله جدا لاي حد عايز يخلص من اثار الحبوب، عايز نضاره للبشره الى اخره. انتوا شايفين انا راضيه عنها جدا. شاركتكم التجربه بتاعتي في التقشير من الصفر، من قبل ما ابدا خالص لحد ما بدات. ارشح التقشير ده لاي حد مادام بيتناسب مع البشره بتاعته. بتعرفوا هو بيتناسب مع بشرتكم ولا لا عن طريق انتوا تكلموا الاخصائيين اللي موجودين في الجروب اللي انا هسيبه لكم. ده نفس الجروب اللي انا جبت منه المقشر، وكانت تجربه ممتازه. وبس كده، السلام عليكم.